لو انت من الناس اللي متابعه نزول الموبايلات الجديده، اكيد سمعت ان سامسونج نزلت الجالاكسي اي 17. وده الطبيعي، كل سنه بيكون في اصدار جديد من سلسله الاي. انا بقى جاي النهارده اقول لك الحقيقه من غير مجامله ولا تطبيل، يعني هقول لك المميزات اللي ممكن تعتبر نقاط قوه فعلا في الموبايل، وهنشرح كل ميزه بالتفصيل وهل هي تستحق ولا لا، وبعدها هنخش في العيوب وهنفصصها واحده واحده، وبعدين هنتكلم عن السعر الرسمي في مصر وهيتوفر في المحلات امتى، وفي الاخر هقول لك تقييم الشخص للجهاز كام من 10، وهجاوب على اهم الاسئله اللي اكيد شاغله بالك، زي هل الموبايل ده كويس ولا لا، طب هو احسن ولا الهوت 16 برو من انفينكس، وهل في فروقات كبيره بينه وبين الجالاكسي اي 16 ولا لا. فلو انت مهتم بالاي 17 او ناوي تشتري تليفون جديد، او حتى كنت بتفكر تحدث من الاي 15 او الاي 16، خليك مكمل معايا، لان اللي هتسمعه هنا هيفرق معاك جدا قبل ما تحط فلوسك في الجهاز ده. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ قبل اي حاجه عايزك تنزل دلوقتي تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التعليقات، ثواني بسيطه بس هتاخد ثواب واجر عظيم، وطبعا تدعي لاخواتنا في ارض العزه ان ربنا يفك كربهم وينصرهم ان شاء الله. خلينا الاول نتكلم عن مميزات الموبايل، لان لو قلت لك على العيوب في الاول كده هتسيب الفيديو وتخرج، وهم 7 مميزات كويسين جدا وبيتميز بهم الجهاز. الموبايل هنا جاي بثلاث كاميرات، وده بيديك مرونة كبيرة في التصوير. الكاميرا الأساسية 50 ميجا بكسل، والعدسة هنا واسعة يعني مناسبة للتصوير. فتحة العدسة 1.8، ودي كبيرة نسبيا، فبتدخل ضوء أكتر وبالتالي الصور بالليل بتبقى أوضح. كمان العدسة دي فيها تثبيت بصري، ودي ميزة كويسة جدا لأنها بتقلل الاهتزاز وبتخلي الصور والفيديوهات ثابتة وكويسة. والكاميرا التانية الترا وايد 8 ميجا بكسل، ودي العدسة الواسعة جدا وزاويتها أكبر من العدسة الأساسية، بتفيدك لو عايز تدخل مساحة كبيرة في الصورة، زي انك لو حابب تتصور مع اصحابك او حابب تصور منظر طبيعي. والكاميرا الثالثه مايكرو 2 ميجا بكسل، ودي عدسه للتصوير القريب جدا، زي لو هتصور ورده او اي حاجه على بعد 3 او 4 سم بالكتير. وبصراحه العدسه دي مش اساسيه ومش هتستخدمها كتير في حياتك اليوميه. والكاميرا الاماميه اللي هي السيلفي 13 ميجا بكسل، وفتحه العدسه 2.0، والكاميرا الاماميه بتطلع صور كويسه جدا وواضحه، والالوان مش بتبقى باهته او ملسوعه. والتليفون بيدعم تصوير الفيديو بجودة ال 1080 بكل الكاميرات. كنت اتمنى كانت تبقى اعلى شوية، يعني مثلا 2K، بس هي جودتها مقبولة مش وحشة. بصراحة سامسونج معروفة من زمان انها بتشتغل على معالجة الصور بشكل مختلف، مش بس بتحط عدسة وخلاص، لا بتركز على الالوان وتوازن الاضاءة. والكاميرا الرئيسية هنا بتديك صور حادة في النهار، التفاصيل واضحة جدا، والديناميك رينج احسن من اي منافس صيني بنفس السعر. في الليل الكاميرا بتعتمد على السوفت وير اكتر من العتاد، لكن برضه الصور بتفضل كويسة، ودي مش حاجة سهلة في الفئة دي. وكاميرا السيلفي هتلاقيها أحسن من 80% من الموبايلات اللي بنفس السعر، خصوصا في الإضاءة المتوسطة. يعني لو أنت بتصور كتير وبتحب السوشيال ميديا، الموبايل ده بيقدم لك تجربة مقبولة جدا، ودي بصراحة أحسن كاميرات تحت ال10,000 جنيه. تاني ميزة هي التصميم والوزن. من أول ما تمسك الموبايل هتحس إنه متماسك ومش لعبة. الوزن 190 جرام ومتوزع بشكل كويس، يعني الموبايل مش تقيل يضايقك في الاستخدام الطويل، ومش خفيف لدرجة إنك تحس إنه فاضي من جوه. والتصميم كمان مش مكرر زي بعض الشركات اللي بتنسخ بعضها، هنا هتحس إن ليه شخصية مستقلة. إضافة لكده عندك شهادة IP54، ودي مهمة جدا، يعني الموبايل يقدر يتحمل رذاذ المية أو شوية تراب من غير ما يبوظ. بس خد بالك طرطشة بسيطة، يعني ما تروحش تغسله تحت الحنفية. تالت ميزة هي الخامات والتقفيل. سامسونج بصراحة بتعرف ازاي تخلي الموبايل محترم في الإحساس. الإطار متين، وظهر الموبايل مش رخيص في اللمسة، والأزرار ثابتة مش متخلخلة كده. كمان التقفيل الداخلي معمول بجودة عالية، وده اللي بيخلي الموبايل يتحمل سنين استخدام. الفرق ده بتحسه لما تيجي تفتح الجهاز أو لو وقع منك، فهتلاقي الموبايل بيعيش أكتر من المنافسين. رابع ميزة وهي السوفت وير، ودي من أكتر الحاجات اللي بتدي سامسونج أفضلية واضحة. واجهة الوان يو اي من أكتر الواجهات استقرار وسهولة في الاستخدام، وبتديك مميزات مش موجودة في واجهات المنافسين التانية. والأهم هو دعم التحديثات. الموبايل نازل بأندرويد 15، وهيوصل لحد 6 سنين تحديثات أندرويد وأمان، ودي حاجة ولا شركة صينية بتديها في الفئة دي. يعني مش بس هتشتري موبايل يشتغل كويس دلوقتي، ده كمان هيكمل معاك سنين طويلة وهو متحدث ومتأمن. وكمان الموبايل بيستخدم الذكاء الاصطناعي في كل حاجة تقريبا، سواء تعديل الصور لو حابب، أو توفير استهلاك الطاقة وإدارة النظام بسهولة، وحاجات تاني كتير. خامس ميزة هي البطارية. البطارية هنا بحجم 5000 ملي أمبير، وسرعة الشحن 25 واط. هي مش ميزة قوي لأن أغلب المنافسين بيقدموا سرعة شحن وحجم بطارية أكبر من كده، بس تقدر تقول إنها كويسة وواخدة معايير دولية كتير، فهنعتبرها ميزة. سادس ميزة بقى واللي ناس كتير مش بتهتم بيها هي احتفاظ التليفون بقيمته، وكمان منتشر في كل مكان، سهل تلاقي له قطع غيار أو إكسسوارات. يعني من الآخر بتشتري من براند مضمون ومنتشر وبيحافظ على قيمته.
سابع ميزة وهي المعالج. بص يا سيدي، سامسونج نزلت الاي 17 بمعالج الهيليو جي 99. المعالج ده من ميديا تك، واللي عارفني عارف اني بحب اقول الصح. الهيليو جي 99 هنا بيدي اداء كويس، بمعنى انك هتشغل اليوتيوب واتس فيسبوك تيك توك من غير اي تهنيج. كمان الالعاب زي ببجي او فري فاير هتشتغل على اعدادات متوسطه من غير سخونه مبالغ فيها. يعني هو مش هيديك اداء فلاج شيب، بس مش هيهنج منك مقارنه بالاي 16. ولا اي فرق، نفس المعالج نفس الاداء بالظبط، يعني الجهازين نفس الاداء. ودي حاجة هنتكلم عليها بعدين، وهي ايه الفروقات اللي بين الجهازين. الموبايل نازل بثلاث نسخ من الرام والتخزين. اول نسخة هي 4 جيجا رام و128 جيجا مساحة، وتاني نسخة هي 6 جيجا رام و128 جيجا مساحة، وتالت نسخة هي 8 جيجا رام و256 جيجا مساحة. كمان ذاكرة التخزين من نوع يو اف اس 2.2 من 10، وده افضل من الاي ام ام سي اللي بنشوفه في اجهزة تاني كتير، وده بيخلي سرعة فتح التطبيقات ونقل البيانات كويسة وسريعة. الخلاصة، لو انت واحد بتدور على اداء يعتمد عليه للاستخدام اليومي، يعني انت مش جيمر تقيل، الهيلو جي 99 مع اليو اف اس 2.2 من 10 هيكفيك. لكن لو عايز جهاز يجلد الالعاب جلد، الجهاز ده مش هيكون مناسب خالص. كمان الموبايل بيدعم كل المستشعرات تقريبا، زي ال NFC ومستشعر الجيروسكوب وبصمة في زرار الباور وسريعة، وبيدعم تسجيل المكالمات من غير ما يفضحك عند الطرف التاني. خليني الأول أعرفك على مواصفات الشاشة، لأنها في النص، لا هي حلوة قوي ولا وحشة قوي، فيها عيوب وكمان فيها مميزات، فخليها كده في النص وبعدين أقولك على العيوب. الشاشة من نوع سوبر أموليد بحجم 6.7 بوصة، ودقة الشاشة هي فول اتش دي بلس، وكثافة البكسلات 385 بكسل لكل انش، ومعدل التحديث هو 90 هرتز، والسطوع 800 شمعة، والشاشة على طبقة حماية من فيكتس بلس. وبصراحة الألوان مشبعة وجميلة للعين. صحيح هي شاشة بنوتش كبير مش بنش هول، وده عيب هنتكلم عنه بعدين، هو معدل الوميض أو الفليكر بتاع الشاشة، بس من حيث الجودة فهي نفسها مش سيئة أبدا، ولو بتتفرج على فيديوهات أو بتلعب ألعاب هتاخد تجربة مرضية. ندخل بقى على العيوب. أول حاجة مستشعر المكالمات هنا سوفت وير، يعني الجهاز مفيهوش مستشعر حقيقي يقفل الشاشة لما تحطه على ودنك. وتاني عيب مفيش مدخل سماعات ال3.5 مللي، يعني لو معاك سماعة سلك قديمة مش هتعرف تركبها. تالت عيب السماعات مونو مش ستيريو، الصوت خارج من سماعة واحدة بس من تحت، فلو بتتفرج على فيديو أو بتلعب لعبة الصوت مش هيبقى كويس قوي، يعني هتلاقيه مش متوزع شمال ويمين زي الأجهزة اللي فيها ستيريو. رابع عيب هو تصميم الشاشة القديم، كمان الفليكر بتاعها تعبان 480 هرتز، يعني الحواف عريضة والنوتش قديم مش حديث. والفليكر كمان منخفض 480 هرتز، ده ممكن يضايق بعض الناس اللي عينيها حساسة وهيحسوا بإجهاد بعد استخدام الموبايل لفترات طويلة. خامس عيب وهو الشبكات مش الأقوى، وده أهم عيب، الجهاز ساعات الشبكة بتاعته بتضعف، ودي مشكلة لو انت في مناطق الشبكة عندك أصلا ضعيفة هتعاني معاها، لكن لو انت في مكان الشبكة فيه كويسة مش هتلاحظ المشكلة دي. نيجي لسادس عيب والاخير وهو الكرتونه فاضيه، مفيش شاحن مفيش جراب، هو بس الوصله التايب سي وخلاص على كده، ودي بقت سياسه سامسونج خلاص. بس برضه ده بالنسبه لي عيب، لانك هتضطر تشتري الحاجات دي على حسابك، واللي هتدفعك حوالي 1000 جنيه على الاقل فوق سعر الجهاز. نيجي بقى للسعر وبعدها هجاوبك على كل الأسئلة اللي جت في دماغك، ما تقلقش. الأسعار الرسمية اللي أعلنتها سامسونج في مصر كالآتي: نسخة ال 4 جيجا رام و128 جيجا مساحة بسعر 7390 جنيه، ونسخة ال 6 جيجا رام و128 جيجا مساحة بسعر 8190 جنيه، ونسخة ال 8 جيجا رام و256 جيجا مساحة بسعر 9799 جنيه. بس خد بالك دي الأسعار الرسمية، وفي المحلات هتلاقيها نزلت حوالي 200 جنيه على الأقل، يعني لو استنيت يومين تلاتة هتلاقي السعر في السوق أقل من الرسمي. الجهاز هيكون متوفر خلال أيام قليلة، يعني قريب جدا هتلاقيه معروض في كل المحلات، وأصلا في محلات ابتدت تعرضه دلوقتي. تعالى بقى أجاوبك على كل الأسئلة اللي في دماغك وأقول لك رأيي الشخصي بصراحة. طيب هو أحسن ولا الهوت 16 برو؟ بص، لو انت عاوز سوفت وير كويس وتحديثات مستمرة وكاميرات ممتازة تسحق اي منافس في الفئة دي، كمان الشبكة عندك في منطقتك تكون كويسة، خليك في سامسونج. لكن لو عايز اداء اسرع وشبكات واي فاي افضل وبطارية وشاشة افضل، خليك في الهوت 16 برو. طيب لو انت معاك الاي 16 او الاي 15، هل الجهاز ده يستحق انك تبيع اللي معاك وتحدث وتجيبه؟ بكل بساطة هقولك لأ، لأن الفرق بينهم هو إنهم ضافوا طبقة حماية أعلى على الشاشة، وضافوا تظبيط بصري للكاميرا، وبس على كده ما شاء الله سامسونج في التطوير ما بتهزر. المهم أنصحك ما تغيرش لو معاك جهاز منهم، الجهاز ده بالنسبة لي هديله 7 من 10، جهاز كويس مش وحش، شغال ككاميرات وسوفت وير ممتاز. صحيح الهوت 60 برو أفضل في الأداء والشاشة، لكن الجهاز ده زبونه مختلف، الجالاكسي موجه للتصوير أكتر وللناس اللي عاوز استخدام يومي عادي وسلس واسمه مضمون. طيب نيجي للخلاصة، هل الجالاكسي اي 17 يستحق تشتريه؟
هقول لك بكل بساطة، لو المنطقة عندك الشبكة فيها كويسة توكل على الله واشتريه ومش هتندم. طيب لو انت عايز مقارنة بينه وبين الهوت 60 برو، وصل الفيديو ده ل 500 لايك. ازاي؟ معرفش، اتصرف. وبس كده، ما تنساش اللايك بتاعك الجميل، واشوفك على خير في الفيديو الجاي، وسلام.